والله العلي العظيم اللي قارن الملعب هذا بافريقيا الا مهبول شويه، اقسم لك بالله في راسه. الملعب هذا يتقارن مع الملاعب العالميه. قلت لكم شي تصاور ديال الداخل، هادو ديال البارح، تصاور هادوك فري ديال البارح ديال الداخل، شفت الملعب كي داير. تقارنوا من ميسطايا وتقارني واحد بافريقيا. التصويره حتى عاود ديال العمال خاصهم يتكرموا من الاخر. ما تجيش تكار اليوم الملعب هذا دار في عام ونص، العمال خاصهم يتكرموا من الاخر. السلام عليكم متابعينا الكرام، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نشوفوا ردة فعل مواطن جزائري بعد ما شاف الحلة الجديدة ديال مركب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، وكيفاش يعني انبهر به، وكيفاش دعا القجع انه يكرم العمال اللي قاموا بالبناء ديالو اللي هي سواعد مغربيه 100%، وكيفاش يعني تيقول لهم انه ما يمكنش تقارنوا هذا الملعب بالملاعب الافريقيه، بل خصنا نقارنوه بالملاعب اوروبيه، فهو كيتعتبر من بين يعني احسن الملاعب في العالم. خليكم الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ملعب مولاي عبد الله والاضاءه الليليه ديال الليل. هانتوما تشوفوا راحتكم التصاورات ديال الملعب. ما شاء الله ملعب ما تقارنوش بافريقيا. انا نقولها لكم، شوف والله العلي العظيم اللي قارن الملعب هذا بافريقيا الا مهبول شويه، اقسم لك بالله في راسه. الملعب هذا يتقارن مع الملاعب العالميه. قارنه واش جاب هذه التحفه العالميه تقارنها لي مع الكارطون ديال افريقيا؟ ما تقارنوهاش مع افريقيا. راه الملاعب ديال جنوب افريقيا هذيك راه من 2010 وطابت، واش بقى شي ملعب تما. ما تقارنوهاش بافريقيا. حنا ما تقارنوش كاع، حنا ما الملاعب ديالنا حنا ما تقارنوش كاع. حنا ما عندناش كازو. الملاعب كاينين 40,000 داك ديال 40,000، ولكن الكازو والو. انا الكازو مشى راهم يبدلوا الكازو. انا وريتكم التصاور ديال هذا ديال الوجه الخارجي ديال الليد، هذا ديال اللي داروا هذه الليله، هذه الليله راهم يسييو مازال ما اكتملتش. نهار تكتمل الصوره وروح تشوف غادي تكون واحد التحفه، لانه مازال باقي واحد 9 ايام. ولكن من تكتمل الصوره من واحد 3 ايام ولا غادي تفاجئوا، ولا غدوه ان شاء الله، ممكن في هذه الليله ولا غدوه تكتمل الصوره ديالو كامل بالاضاءه ديالو، وتشوفوا كي تكون بالاضاءه حمراء كامله والرايه المغربيه، ولا تكون بالخضراء، ولا تكون، وتشوفوا كي غادي يولي ما شاء الله عليه. وشوفوا لداخل، عطيتكم شي تصاور ديال الداخل، هادو ديال البارح، تصاور هذوك فري ديال البارح ديال الداخل، شفت الملعب كي داير. تقارنوا من ميسطايا وتقارني واحد بافريقيا. انا والله القسم اللي قارن الملعب هذا ديال مولاي عبد الله بافريقيا اللي نشوفوه مهبول، والله العلي العظيم. ما علاش غندخل معاهم في هذه المقارنه؟ ما ندخلش. وملعب هذا بسعه ديال 70,000 متفرج تعمر في السواع كالبي ديالو مقطع. نقارنونا بافريقيا؟ واحده اخرى ما شو ما غاديش نريض عليك القجع. انا غادي نعطيك واحد هذه عاود 3 دقائق على العمال. والله ما نريض عليك القجع حتى يبدا الماتش ونشوف العمال تكرموا. تما من يتكرموا العمال نرتاح والناس. التصويره حتى عاود ديال العمال خاصهم يتكرموا من الاخر. ما تجيش تكار اليوم الملعب هذا دار في عام ونص، العمال خاصهم يتكرموا من الاخر. ما تكرموش العمال حتى انت خرج من الملعب وروح الله يعاونك. تكرموا العمال، انا خرجوها ديريكت. يعني العامل خصو يتكرم، العامل هذاك اللي تبليسه واللي بات. المهم هذه رساله ليك، هذه كملت منك، هذه كملتها، ومن بعد كل فيديو غادي ندير لك هذه الرساله. شوف الملعب هذا ما تقارنوش بافريقيا. الملعب هذا عالمي. حط لكم تصاور ديال الداخل ديال البارح، حط لكم التصاور ديال برا ديال الليل، نزيد نحط لكم واحد التصاور ديال الجامعه اللي حطت الفيديو. شوفوا هاد التصاور ديال الملعب، شكون دار به الملعب؟ عنده الاولمبي قدامه، عنده حتى ديال التدريب صغير، قاعه المغطاه، المسبح، المدينه ما شاء الله. جا في واحد الموقع عالمي، الجمهور يقدر يتحرك تما باريحيه، ما غاديش تكون اكتظاظ، ما يكونش المشاكل. يعني الملعب عنده كلش البيبان بزاف. اول حاجه تكون عندك البيبان بزاف باريحيه. نتمنى من الجمهور يمشي مع التعليمات ديال رجال الامن ومع التعليمات ديال لي ستادي اللي غادي يكونوا في الملعب واللي يكونوا لا برا يوجهوا الناس الكراسات ديالهم وكذا. نتمنى تكون موفقه. مي باش انا تجي تقارن لي الملعب مع الاخر لا. ونتمنى حاجه اخرى، نتمنى هذا الملعب انا وريتوكم، هذا الفوفوزيلا ما دخلوهاش الملاعب. هذه الملاعب خص تشجيع الزقا. نتمنى الناس يشجعوا. انا عارف المنتخب المغربي الرجال في الاولمبياد ديال باري كانت مقلوبه الدنيا، وعارف المنتخب ديال الرجال في كاس العالم كانت مقلوبه في الماتشات الوديه، الا بعض الناس اللي بغاو يقارنوها بكاس افريقيا ديال السيدات. نو، الرجال بوحدهم والسيدات بوحدهم. الرجال غادي تشوفوا الملعب هذا خصو يتقب الزقا
واخا هذه مقابله غادي تدخل تفرج لها، ومقابله ديال احتفال وافتتاح الملعب، ولكن خصك تربح، خصو الركراكي يربح باقناع واقتناع وكل شيء. مي انت كجمهور خصك تحسس الركراكي بانه هذاك الشيء اللي غادي يشوفوا في هذه المقابله الوديه بالضغط والزقاف فما في الملعب، وهذاك الضغط والملعب داير كلشي ترول، غادي يحس بهذاك الضغط اللي غادي يلقاه في لاكوب دافريك. ماشي تمشي تبقى قاعد، لا خسرت الفلوس دخل خالي باش تشجع، ما تسكتش. هذوك التصاور ديرهم قبل الملعب، تصاور وهذاك تخربيق وسيلفيات قبل الملعب، وصل الملعب 90 دقيقه زقي على روحك. هذا الشيء اللي كاين، هذا هو الحقيقه. الملعب ما شاء الله جا في مركز ما شاء الله، واحد المدينه، مدينه الرباط، مدينه الرباط ولات ما شاء الله عليها تكون من احسن المدن في العالم. علاش؟ لانه ملاعب فيها من طراز العالي، فيها ملعب ديال الهوكي، فيها كل شيء، ملعب ديال الهوكي، الملاعب من القدام يقدروا يستضيفوا الاولمبياد، يقدروا يستضيفوا لا كوب دافريك الجايه، شي وحده في 30 ولا 31 اللي يستنجوا 30 كاين كاس العالم، ممكن في 29 ولا كاف تستنجد بهم، لانهم غادي يديروها في 9 ديال المدن اول مره في التاريخ. لي زوطيل كل وحده كل فرقه عندها لوطيل ديالها، ملعب التدريب. درك غادي تسمعوا النباح ديال صحافه الزيكو، مورا هاد الملعب واش غادي يبقاو ينبحوا الكريدي وداروا الكريدي وكذا منهم، غير يكذبوا هاد الشيء. الملعب هذا باه دخل 1.5 مليار ماتش واحد، وزادوا حلوا فيه لي ستوك غادي يبيعوا منهم، فيه المشروبات داخل تشريها، يعني كل شيء تجاره. ابري من هذا الملعب هذا على واحد مقابلات 10 15 20 تقدر تكون قريب تخلصها، يعني شحال كاع ممكن في لاكوب دافريك، مور لاكوب دافريك تدخل المداخل ديالو، ومازال فيه غادي تقدر تدخل، تبقى السائح يمشي يشوف هاد التحفه المعماريه ويدخل، راه غادي تخلص في الكيشي، ما عرفتش شحال غادي يديرون في الكيشي، وتبقى تخلص كيما هنا في اوروبا، تدخل ساندوني تخلص 5 اورو، ودخل ساندوني تفرج تشوف على روحك عادي. يعني ما ساندوني هو خاوي ما تلعب فيه حتى فرقه، ولكن تبغي تمشي لساندوني تحط 5 اورو وتدخل لساندوني تشوف على راسك. في هولندا كذلك، تدخل اجاكس، في مدريد برنابيو تدخل تا هو ب 5 اورو، ما على باليش كان، يعني خاص القجا غادي يدير هذه اقتصاد. ولكن صحافه زيكو خاصهم يدخلوا لك بانه المغرب غارق غير بالعاني، راه بالكذوب وكذا منا. شوف قال لك لا كوب دافريك ما غاديش تكون في المغرب، الملاعب ما غاديش تكون واجده، كذوب كلشي كانوا يكذبوا فيه، ربي مسخر كلشي سبحان الله العظيم ما شاء الله. الملعب تحفه، باش تعرفوا بانه هذو اكبر كذاب. كذبوا اول حاجه على لا كوب دافريك ديال الكاميرون، كذبوا على لا كوب دافريك ديال كوتيفوار، قالوا لنا عام وهما داينا الماتش تعاود، جينا درك عاود كذبوا على المغرب هو غادي يدير لا كوب دافريك. افتتح راه غادي يفتح اكبر ملعب في اجمل ملعب واحسن ملعب في العالم، ماشي مع افريقيا. انا قلت لكم افريقيا ما تقارنوهاش، والله ما تدخلوا افريقيا، والله حنا ملاعب داروهم من الانديه ما يلعبوش فيهم، الكازو ما كاينش، راه كارثه. صعب تجي تقارن لي هذه الايقونه وهذا الجمال اللي في هذا الملعب بالملاعب ديال افريقيا. حرام في حقه، ما تقارنوش. اللي يجي يهضر معاك قول له حبس، انا الملعب ديالي هذه تقارن باسبانيا والدول الاوروبيه، والله العلي العظيم ندير معكم انا نيشان. انا قلعتهم من المقارنه ديال افريقيا، ما تقدرش تدخل في هذه المقارنه مع افريقيا، بعيد عليهم بزاف. ومازال يكمل التحفه ديال طنجه، واش تقارن لي طنجه عاود مع افريقيا؟ يكمل الملعب ديال فاس تا هو يغطيه، وديال اكادير يغطيه، وديال مراكش، وتكمل لك ديال الحسن الثاني تغطيه، تقارنوا مع افريقيا؟ اي افريقيا ما تدخلوش معها في مقارنه، والله العلي العظيم. انا نهضر معكم لا فيريتي، افريقيا بعدوه، يعني المغرب راه هنا وافريقيا راه في واد اخر، هي الحقيقه. راه الاتحاد الاوروبي كون يبغى يدخل مع المغرب يدخلها مع الاتحاد الاوروبي، ونوليو نلعبوا كاس اوروبا، يلعبوا هنا كاس اوروبا وكاس العالم. علاش دخلها انت مع افريقيا؟ علاش تبع لي صحافه زيكو راه مساكين ما مش متيقين نفسهم بلا ملعب تخدم في عام ونص. هو درك يقعد مع صحابو يقول لهم كيفاش المغرب خدم ملعب في عام ونص.
ما يمكنش 70,000 متفرج. حنا الملعب ديال 40,000 كنا نضربوا فيه 14 عام 15 عام. هنا راني نقول لكم هذا هو الواقع وهذه هي الحقيقه. لانه صحافه الزيكو تمشي بهذا المنطق. كيفاش مغرب؟ واش هذو عندهم الذكاء الاصطناعي ولا خدموه بالروبويات؟ ولا تجيب الشناوه ما يخدموش في عمونس، خدموه الرجال المغاربه. تجيب الشينوي ولا تجيب الاتراك وما يخدموش في هذه الظرفيه هذه. ملعب غير في شهر 6 ما كانش، كان عادي مساكين يجبدوا شحال الملعب تفتح باش تعرف المده الزمنيه. من بعد ان شاء الله الا قدرت واحد اليوم من الايام ندير لكم واحد الفيديو من البدايه ديالو حتى النهايه ديالو، نجمعوا كاع المعلومات من البدايه كيفاش تبدا تحفر وكيفاش كان باقي فيه واحد الجن ما تحفرش ومنا ومشى حتى للنهايه. هذا هو الحقيقه. مي باش تقارن لي الملعب هذا مع افريقيا راكم غالطين. انا نقولها لكم راكم غالطين، ما تقارنوش بافريقيا، بعدوا على افريقيا. قارنوا مع الميستايا قارن لي مع افريقيا. المهم هادشي اللي كاين. ما شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. العمال يكملوا لنا هذاك الاضاءه الخارجيه وطلع ان شاء الله هي غادي تطلع واحد اليوم الا طلع واعره ان شاء الله باذن. كان هذا هو الفيديو ديالنا متابعينا الكرام، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. ما تنساوش كالعاده لايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. مع السلامه وفي فيديو قادم ان شاء الله.